واسمعوا لي الجديد ديال برنسيسه عاوتاني من بعد ما سكناتها في قالت دارت فيها الخير واحد السيده خفيه حتى واحد ما كان عارفها. فجاه كتقول لك بان برنسيسه كتعنف عكوزتها وكذا، ويدخلوا ما نعرف شنو في الافلام ديالهم وفي هادشي هذا ديالهم. بالخصوص هاد السيده هذه اللي قالت لك سيدي دارت الخير في برنسيسه ومشات عندها هي وعكوزتها وولدها وبغات تجلسهم عندها، والمهم يجلسوا شحال ما بغاو. يعني ما فهمتش. يعني حنا كنعرفوا برنسيسه ساكنه مع الوالده ديالها في طنجه. اش داها؟ واش هي في قنيطره ولا ما عرفتش ان بلاصه هاد السيده فين ساكنه؟ هاد السيده جديده على السوشيال ميديا. لي النهار اللي انا يعني تكلمت من شفتها قال لك سكناتها في دارها وهذا، قلت لهم السيده غادي تدوز واحد المده غادي ينوضوا يتخاصموا، ابخي من بعد غادي دير قناه وغادي تولي كتجبد الاسرار ديال برنسيسه هي مع عكوزها. يعني داكشي بينها وبين عكوزها. واش عكوزتها يعني ما عندهاش فمها ما عندهاش؟ قالت لهم عريت لها درعانها لقيتها ما نعرف شنو. زعما برنسيسه زعما تكون كتعطي العصا لمرا؟ انا هادشي كيجيني غريب وعجيب. كيفاش الناس كتدخل في الخصوصيات ديال بنادم؟ بغيتي طلعي على ظهرك، بغات يعني انسان بغى يدير واحد المحتوى يديروا محتوى عليه هو، دير محتوى ما ديروش على الناس. يعني باش تبيني انت الصوره ديالك وتلمعي الصوره ديال قدام المغاربه وباش الناس يعرفوك. اجي نجيبها عندي. دابا هادشي اللي كنت سمعت عماد قال في اللايف، قال لك واحد السيده الله يعمرها دار سكناتنا عندها، قالت لنا اجيو جلسوا سكنوا عندي. فجاه دابا بعد ما جبدت اسرارهم وجبدت الخبايا اللي عندهم وداكشي، خرجت كتواجه الناس بهم وكتقول لهم درت فيهم. لان ومنين تكلمت انا وقلت اللي كيدير الخير ما كيدير، يعني اللي كيدير الخير ما كيقولش انا درت الخير وما اللي كيدير الخير اصلا ما كيبانش، يعني كيدير الخير في الخفاء. ملي قلت انا شوفوا راه ما كاينش شي واحد كيدير الخير لله في سبيل الله، قالك لا وانتي بغيتي ديري وما عرفتي شنو كاين وبغيتي تطلعي عليها وكذا وكذا. ودابا وقفتوا على هضرتي ووقفتوش على هضرتي. قلت لكم راه دوز واحد المده غادي دير قناه ولا ما غاديش دير قناه، وغادي دير لايف في تيك توك ولا ما غاديش دير. ايوا ها نتوما وقفتوا على الهضره ديالي جدا. تخرج كتبكي وانا 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 عادي جدا. هادشي راه تعودنا عليه، هادشي حنا تعودنا عليه نشوفوه عادي جدا. غير الناس خاصها شويه توعى، والناس اللي في التعاليق تكيسوا شي شويه وحاولوا انكم تكونوا شويه واعيين بان السوشيال ميديا راه ماشي اي حاجه في السوشيال ميديا غادي نثيقوا بها ولا اي حاجه راها صحيحه. ولا خاص بنادم يبقى يميز ما بين الافلام وما بين انا في الفيديو اللي شفتهم انها مسكنه عندهم وفي داك اللايف اللي نوضته هي وبرنسيسه، لانها قالت لها سيدي حطيني في ستوري ولا ما نعرفوا، وهذا هو السبب اللي خلاتها انها كتخاصم معاها. يعني من بعد ما شفت هادشي هذا قلت لكم يقدر انه يكون فيلم دايره برنسيسه وهذا الاخت هذه اللي صاعده في مجال الافلام ومجال باش الانسان يطلع قناته. وهادشي راه اي واحد كيبغي يدير قناه وكيبغي يخدم وكيبغي يخدم بالسوشيال ميديا وكيبغي يدير اللايف وبغي يربح من اللايف وهذا، ولكن ماشي لهاد الدرجه ان الانسان غادي يولي يطلع على ظهر واحد اخر. لا، فهادشي اللي الصراحه اللي بغيت نوضح انا في هادشي هذا. بالنسبه للبرنسيسه راه كاين شي واحد مسكين كياخذ لله في سبيل الله الهضره وهذا لان الناس شافوها حبوها. الناس حبوا برنسيسه لان صعيب باش يحبوك الناس، صعيب جدا. سهل ان الناس يعني ما من الصعب، انا كنشوف من الصعب ان تمتلك حب الناس. يعني حب الناس حتى كيعاشرك بنادم وهذا. وبرنسيسه سبحان الله دغيا الناس حبوها حبوها باخطائها سبحان الله. يعني كتخطا فيها داك النوضه وفيها وكتغوت على راجل واخا هكاك بغاوها المغاربه مازال متعاطفين مع برنسيسه. وكتلقى بنادم بحال هذا يعني كيدير شنو ما يدير، يعني باش الناس يبغيوه وهذا ما كيدير سوى الشهره. كتلقى بنادم كيتشهر علاش؟ لانها هذه هي السيده اللي سكنت، كلشي باغي يعرف شكون هذه اللي سكنت برنسيسه، شكون هذه. وهادشي راه قلت لكم كيباين. يعني هي السيده ما كتبانش،
يعني وهاد السيده سكناتهم لله في سبيل الله، وما كيف ما قال عماد ما بغا تبان ما بغا هذا. وانا جاتني غريبه جدا كيفاش هاد السيده ما بغاش تبان ومسكنه واحد الناس عاد جاو مال الله العروسه مصادفاهم عندها وما خلاتهمش يمشيو تدارهم. كيفاش فجاه كنكتشف بان السيده دايره لايف وطالعه باش تطلع لي كونط ديالها. عادي جدا اي واحد كيطلع لي كونط ديالو، فهمتوا كيفاش؟ اي واحد الا شفتوه بحال هكا راه غير باغي يطلع الكونط ديالو. اما الخير راه اللي كيدير الخير ما كيقولوش، اللي كيدير الخير كيديروا في الخفاء بينه وبين اللي خلقوا. يعني انت غادي دير الخير في واحد الناس ما غاديش تخرج تقول انا راني جيت وهزيت هاد الناس ودرت. وغريبه جدا ان واحد الناس عندهم مشاكل، يعني برنسيسه عندها مشاكل مع الناس وهذا، وفجاه واحد السيده استضفتها عندها في الدار يعني تصرف عليها شكون هما؟ شكون يكون في مك الله باش تجيب لي انت واحد الشخص وتصرفي عليه وهذا هو عاد جاي البرنامج العروسه وتصرفي عليه؟ ما يمكنش. وفي التالي كتخرجوا تدوروا فيا ولا وما عاديش نسمح لكم انكم تدوروا فيا وتقولوا لي لا وانت دخلتي في هذا وما وتقلدتي وخديتي التقليد على رقبتك وما نعرف. المهم هادشي اللي بغيت نوصل انايا ان انا الا قلت الحاجه كنهضر على شي حاجه اللي واضحه وباينه. يعني انا ماشي مع برنسيسه وماشي مع هادي وماشي مع هادي، واخا انا الصراحه عزيزه عليا هاد البنيته هادي برنسيسه ما نعرف من عند الله سبحان الله. اللي قلت لكم اللي ربي كيحب بخلقه فيك يعني صافي هو الحب الناس دغيا كيبغيوه. برنسيسه بغاوها باخطاء عباد الله، عطاتو كراطه بغاوها، يعني غوتت على واخا هكاك بغاوها. يعني لان التصرفات ما خاصهمش يكونوا، ولكن في نفس الوقت ما فهمتش واش غير كثره الضغوطات اللي داروا لها في داك دار العرسان هما اللي خلاو برنسيسه تولي بداك الشكل. حيت حنا كنعرفوا برنسيسه ما دايراش هكا، برنسيسه ماشي مشات باش تبان، هما اللي مشاو للعروسه باش يبانوا. اما برنسيسه ديجا دايره تيك توك وخعيروها بيه واخا ما عرف شنو وبحال جايه من الزنقه. يعني داك الطريقه كيفاش كيتعاملوا معاها بحال شي وحده جايه من الزنقه، فهمتوا؟ راه صعيبه بزاف. راه انا قلت لهم شحال هادي، قلت لهم راه برنسيسه خصها تخرج من برنامج العروسه تمشي لطبيب نفسي على داكشي اللي تعرضت له في دار العرسان. ها اللي تقول لها ركبتي سنان مركبه سنان نديرهم لك في ظهرك، ها اللي كتقول لها ها اللي كيقول لها ما سير صبني حوايجك، ها اللي كل واحد وكيفاش كيعاملها، اللي كتقول لها سير الطقطق ديالك، كل واحد واشنو كيقول ليها. يعني راه داكشي اللي تعرضت له وراه عندها المناعه قويه. راه برنسيسه واحد الانسانه قويه جدا، يعني داكشي اللي تعرضت له وكيف ما قالت لهم انا قد هكا وكيخافوا مني. يعني سبحان الله عندها واحد الشخصيه برافو عليها. غير هي كنتمنى ان ما تخليش هاد الناس هادو داكشي اللي هما فعلا باغيين وهذا انهم يشوفوها مع العكوزه ديالها مخاصمه معاها، انها ما تخلي لهمش هاد الفرصه هذه وتتعامل معاه بوسه مزيان وتهلا في داك ولد الناس، لانه ما دوش قليل في الخيريه وواحد خرج من الخيريه وتزوج ودخل في ضغوطات واحده اخرى. ما تخليش انه يتضغط مسكين، يستاهل كل خير هذا ما كان. المهم هاد الكوبل هذا يستاهلوا كل خير. واش نتوما من هادشي هذا كامل واش عارفين شكون غادي يدي لها قبل العروسه؟ ما كيقول لك المانيا وكيقول لك كازا. انا بغيت المانيا واخا 100% ماشي المانيا، احساسي كيقول لي ان كازا اللي يديوها ولا ما بغيتهمش يديوها صراحه الله. يعني كل واحد واخا ما كنتش انا مع المانيا في الاول، ولكن كيفاش شفتو كيهضر مع برنسيسه وكيفاش كيهضر مع عماد، التعامل اللي كان كيتعامل معاهم رغم انه الاخرين كلهم دايرين الانياب ديالهم على برنسيسه وعلى عماد، ولكن سبحان الله ولاو عندي عزازين. لا العكوزه لا هذا واخا هي قالت له سير الطقطق ديالك، ولكن ولات عندي عزيزه صراحه الله. والامهات خط احمر صراحه الله، يعني يديروا شنو ما يديروا لا داعي ان يبقاو يشوفوا هاد الامهات اللي جاو في العروسه كيشوفوا بشطيح بشي حاجات اللي حشومه صراحه الله. راه مؤخرا شفت الام ديال المانيا كتبكي وعلى داكشي اللي قالت لك شافت، لان ما كانوش كيشدوا التليفون، وداكشي اللي شافت عليها يعني في السوشيال ميديا اللي يقول لها فرحانه بالثلاجه بالتلفازه. المهم
ما عجبنيش الحال صراحه الله. الامهات كما قلت لكم خط احمر، خاص يتعاملوا معاهم المعامله بحال هكا. تهلاو في راسكم اخوتي، تبقاو على خير، واعطيو الاراء ديالكم في التعاليق، والى فيديو مقبل باذن الله.